BOMB بوم يعني طاقة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصداقة، بس كثر القلق والهم خرج شباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. حنا شباب البوم. بعد شنو ايش فيك؟ لو موقع معاهم عقد مو كذي. يبيله مهيوه. اكلهم وايد لذيذ. لا يا اخي قد فكرت كيف انياك تروح تجي. لو دخل لي درهم على كل مره حد رمسني. اي والله كيف تجي وترجع من غير GPS ولا جوجل مابس؟ كان طيارتي تترياني فوق البرج. عمرك قعدت تطالع في البنك وايد؟ لك ليش بيعملوا فينا هيك؟ لين حسيت ان انت اللي تلف مو هي. تعرف هاي الشعور كيف الحياه بتكون سهله لين ترجع للبيت الله يا بنوره، وتلاقي عندك كليچه. يا اخي احنا وين بالضبط؟ ما ادري بس احس يبي له سفره افريقيا. مت جوع. دودة انت دودة ما تشبع. والله سليمان كان مرة صغير هنا. قصد سبزر. لو سمحت لا تقول بزر، ترى خط شنبي. وينه ما بشي ترى. حاط كحل. وش تسوون؟ شفت قالت لكم بتزعل. يما والله مالي دخل، عامر اللي جايبها. ابلش. طلع لي وراكم. أشوى ما دام كودو ما يخالف. اتحداك النوم البطلة. اوف فاتني الشوط الاول. حلوة 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 يا الاخضر، حلوة يا الاخضر. سليمان خذ ونمك، اللاعبين مو بنافعينك. انت فين والله من وقتك. سليمان كلم امي باحترام. ها كم النتيجة؟ 2-0. اكيد اللي جابها سالم الدوسري. اندونيسيا 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 اندونيسيا. يا حليلها، مبسوطة اني مهزوم 2-0 بس. ابوك يا الطموح. يا حبيبي 2-0 لهم مو بلنا. هم عاد اندونيسيا فايز علينا. ايوه اندونيسيا قوي، اقوى من ارجنتينا. ابلش الحين تعطيك وضعية اللي ماخذ كاس العالم. اندونيسيا اندونيسيا. بس لو لاعبينا عندهم نص حماس ميري سجلنا كاس العالم. سلامات يا ابوي، ننهزم من اندونيسيا و2-0. وين يا حبيبي هذا منتخب ذا؟ يا حبيبي طبيعي نخسر، لأن لعيبة الهلال ما يعرفون يلعبون كورة إلا قدام النصر، وإذا جاء وقت المنتخب حتى كنترول ما يعرفون. أقول استريح بس، ما فوزك على الأرجنتين اللي لعبة الهلال. الآن صار لعبة الهلال السبب الخسارة منهم. يا ابويا ما ركبنا الا انتوا الاثنين، الهلال والنصر، اكثر فريقين مدلعين في البلد. ولا وين ايام المنتخب لما كان يبدع ياخذوا من الاتحاد 6-7، ايام نور المنتشري وتوكر. يا عيال أنا مالي بالكورة، بس أشجع المنتخب، واللي أعرفه إن المفروض نفوز على إندونيسيا. لو مهاجم منتخبنا كفته، أنا ما دخلني. امدحك يا سطل. هذه ترسبات منشيني اللي لسه ما نظفها رينارد. وش جو تنظيف الخزانات ذا؟ يا ابوي تراها كورة سهلة ما تحتاج كل ذا التعقيد. بعدين لا تنسوا ان اندونيسيا عندهم لاعبين محترفين في اوروبا. يا ابن الحلال تراكم صجيتونا بأوروبا ذي، تراهم محترفين في دوريات درجة ثانية وثالثة، دورينا أقوى منهم بمراحل. الأندية بالمنتخب خصوصا من عندهم هم خطأ. المفروض انك كمنتخب سعودي عندك مشروعك الخاص. انت عندك مشروعك الخاص اللي تمشي. طيب وش المشروع اللي قدمتوه لنا خلال الفترة هذه؟ ما في شيء ملموس. يا ابوي يشغلونا ذا الشيبان من 40 سنة هم نفس الكلام، نبي احتراف نبي اكاديميات، واخرتها سعود عبد الحميد رايح الروما سياحة، وفيصل غامدي مستواه مع الاتحاد اقوى من ناديه البلجيكي. يا عيال ما تلاحظوا انه كورة تسبب الجوع؟ اذا فريقك فاز تطلب اكل
عشان تكافئ نفسك، وإذا انعزم برضه تطلب أكل عشان تاكل بعنف وتفرغ الطاقة السلبية. قل إنك ودك تطفح وقضينا. تفهمني يا أبو صلوح؟ يعني لو تلاحظ منتخبنا يفتقد للكثير من الحلول، يعني أبرزها من ما عندنا أي لاعب ريجيستا اللي هو لاعب بوكس تو بوكس، وكذلك في مشكلة كبرى. يعني أنت متخيل المهاجمين كلهم 9.5، ما عندنا أي مهاجم تقليدي مهاجم رقم 9. لا عندنا ريجيستا، لا عندنا سترايكر حقيقي يحول الهجمة الهدف، لا عندنا بلاي ميكر قادر انه من كورة واحدة يكسر خطوط الخصم وتتحول الهدف. عندي احصائية هنا، في واحد كان يدرب في موناكو تحت 23 سنة متخصص فقط في الركنيات اليسرى مش اليمنى، يقول انه ضروري كل فريق يسجل 30% خلال السيزون من اهدافه عن طريق الركنيات اليسرى. يا رجال هذا الكلام الصح والمخ النظيف، والله عندنا عقليات جبارة. شوف ذولي لو يشتغلون في المنتخب والله حققنا انجازات. يا رجال هذول نفس الشيبان اللي بالتلفزيون لكن كلامهم مرتب، يعني اني كيوت، حنا الجيل النشء اللي حنقود الاعلام وهذوليك القديمين، فهمت علي؟ يعني يجيبون كلام مرتب، ريجيستا مركز 8.5 10.5 9 فهمت؟ هذوليك ما عندهم على طول سيده، نبي اكاديميات. دحين انا اكمل الاكل زي كيف؟ عن طريق الشاورما ولا عن طريق المشاوي؟ يا ابويا الصدارة للشاورما العربي، وسمعني صياحك. أنا الحمد لله شبعت، نفسي أحلي. عندهم معصوب. أبو ولد معصوب ببيت الشاورما. لو سمحت. لا والله. عندكم معصوب؟ اي نعم. أعطيني واحد معصوب. قشطة عسل. يا عسل أنت. طيب أبشر. يا اخي والله انكم فاضيين ومروقين، جالسين نناقش مشاكل المنتخب وانتم همكم بطونكم. يا رجال الدعوه في المنتخب ولا هنا كلها معصوب. اي سقى الله ايام زمان يوم منتخبنا ملعب ناسيا، ماجد عبد الله يسجل براسه، وصالح النعيمه مسك الدفاع. اي والله الله يرحم زمان الثنيات، كان يمشي بين اللعيبه كأنه ماشي في سوق الخضره. مو بس كرة القدم كنا مبدعين فيها يا ابو عامر، حتى كرة اليد كنا مبدعين وابطال اسيا، لكن الحين شكوى لله. والله يا جماعة بلدنا فيها كل المواهب، في الطائرة، في السلة، في كرة القدم، في اليد، في كل الألعاب. بس مين يخرجهم من الحواري والمحافظات ويصدرهم للعالمية؟ يا ابويا الغربية الحالة ممكن تخرج منها 3 بعثات الأولمبية. جازان مليانة بالعدائين وابطال العاب القوة. أي عقل يا آدمي، ميداليتين فضية طول تاريخ الأولمبياد، واحدة لهادي بن رصعان والثانية لطارق حامدي. بس ميداليتين؟ الألعاب الأولمبية يلعبونها قبل قرن يبا، والدول الثانية تاخذ ميداليات 40 50 ويوزعونها عليهم مثل التمر. انا ابي منتخبنا مثل ايام اول، يجيب كاس اسيا ويرفع روسيا بكاس العالم. وين ايام جاكم الاعصار؟ يا ليل لا تقولون المنتخب بيلعب اليوم، ترى مالي خلق لا نكد ولا خسارة. لا يا كابتن، اليوم إعلان استضافة كأس العالم 2034. يا عيال ماني مصدق، كأس العالم عندنا بذهب السعودية، شلون كذا؟ ايوه حبيبي، كأس العالم عندنا هنا في السعودية، وأساسا خلاص الفوز شبه مضمون لأن المرشحين كلهم انسحبوا. شكرا جزيلا. بس باقي يعلنوا الخبر الرسمي دحين. الآن من دواعي سروري أيضا أن أعرض النتيجة الثالثة، أن مستضيف فيفا كأس العالم لفيفا 2034 ستكون المملكة العربية السعودية. والله فخر يا عيال. إلا يا عيال بسألكم، كم بيكون عمركم في كأس العالم 2034؟ ما يهمني، أهم شيء أكون في الملعب في وقتها، لو بعكازي. أنت الحين المفروض بعكازك. المشكلة كيف بيلقى عكاز طوله، شكلها بيتكي بعود أسنان. وأنا بإذن الله تعالى يا الله عمر وعافية راح أحضر مع بزورتي. كلنا قلنا كذا في 2011 يوم فازت قطر باستضافة كأس العالم 2022، وبالأخير وش جاء 2022 وكلنا عزوبية. أنا يا عيال كذا قبلها بتزوج عشان يجيني ولد، وإذا جاني ولد
اروح انا وابني ونحضر في الملعب. ابن ايش؟ انا وابني. ابني كويس طيب. وتجي كده اللقطة علي انا وابني شاي. ايوه وبعدين ايش يصير لك؟ بصل. يقلع ام الطموح يا عيال. تصدقون سيناريو فوز المنتخب كاس العالم اسهل. انا ماني بحاضر ولا مباراة، وشو له هالخسائر؟ وشو له ادفع وحاضر؟ انا اقدر اطلع من هالاجانب ذهب وبملى الفلوكس فل تمر سكري وابيع انا وعيال عند الملعب. كوي فكرة جهنمية، وانا بصوف جنبك وابيع سوبيا. الحق السوبيا يا ولد، سوبيا. الذيب باع الزواج في اول فرصة جته. يا عيال ما شاء الله تبارك الله كل شيء جبناه عندنا. السوبر الاسباني، السوبر الايطالي، كاس العالم الانديه، كاس اسيا، وان شاء الله الاولمبياد. هالبل من لعبتنا ما يجملون. يا رجال كله من الاتحاد السعودي، ايش تبغاهم يسووا يا ياسر؟ كل شيء حضروا، كوادر فنيه، مدربين عالميين. بصراحه تعبنا واحنا نرقع. المدربين. المشكله في اللعيبه، لعيبتك ما عندك احد. بس ما ادري يا عيال، عندي احساس ان المنتخب بيسوي شيء في كاس الخليج. والله يا عيال ما توقعت الكفي كده فاضي. ايش ده ما في اللحن واربعه ورا؟ وين يا ابو المنتخب ومؤازرة الاخضر؟ يا ابوي الناس ملت من الهزايم وعارفين وشخرتها، والدليل انه معهم حق. شوف النتيجه. يا سلام هوساوي يترك ارضيه الملعب. هلا برجعتك يا سالم. اي يا رجال هذه التبديلات الصح. لا يا شيخ، وبعدين لان هزمنا تقولون كله من سالم. الغنام عرضيه داخل منطقه الجزاء في جاي لكم يا عيال والله يمدي. هذه التبديلات ولا بلاش؟ يا شيخ انت احسن مدرب يا رينارد. اقول لك انت تحب المدرب ولا تكرهه؟ ليه ما تسكت وتخلينا نتفرج المباراة؟ وصل الان يتابع مرهون. الله يا رجال لو نقعد نلعب 3 ايام وذول اللعيبه معنا ما نفوز. ربي حرام. ايش مو بليه ده نسي كوره؟ حرام عليك يا حكم، فاول واضح وصريح. اي تفاول يا ابوي. المنتخب لو يلعب الحاله ناخذ المركز الثاني. مشينا يا عيال. امش انت. ينهي حكم المباراة هذه المواجهة. وش ذا؟ هذا لعب هذا؟ ضيق اسطول الله يجزاه الظالم خير. يا ابو عامر ما يصير تزعل نفسك علشان كورة، انت اكبر من هالسوالف. اسوي لك عشاء؟ ما بعشاء، سدم نفسي الله يجزيه شرهم. لو انه هلال المنهزم ما قلنا شيء، لكن هذا منتخب المملكة العربية السعودية نبي يفوز ونبي يصير احسن المنتخبات في العالم. والله انك صادق يا يبا، مباريات المنتخب بالذات حتى اللي ما يحبون الكرة يتابعونها. وانا ما اشوف كرة كثير انقهرت. الحين يفوزون على اليمن ويشوفون انفسهم يقولون عاد الاخضر. كلنا عارفين ذا السيناريو. ايضا في خليج 19 كان الفوز للاخضر السعودي بنتيجه 6 أهداف نظيفه. الكره تعود مره اخرى لحسان تبكتي على الجهه اليمنى. يا ابو علي الله يعافيك، عطنا نص تيس حنيذ سفري. دقيقة المباراة حماس. وش مباراته؟ هاتي بالحلال عجل علي عندي ضيفه بحشيه. حاضر يا عمي، انت ما تدري ان المباراة بين السعودية والمنتخب اليمني. 2-0 لمن؟ 2-0 للمنتخب اليمني. علينا ها؟ ايوه عليكم. الحين هل يلعبون ذول الكبار ولا البزارين؟ لا المنتخب الاول. يا سبدي وش جانا احنا لاعبين دحدره وبنا. يا جماعة المنتخب اليمني يرفع الراس. وانا من يرفع راسي قدام ضيفي عجوا علي بطلب العشاء. دقيقة واخذ طلبك. يا رجال وش دقيقة وانت مباراتك ما بمطعم بالرياض الا انت؟ اروح اشوف مطعم من غيرك. في امان الله. كم كابتن انك توصل امام منتخب مثل السعوديه اللي هو معاك مرشح لتحقيق اللقب وانت ممكن تكون ضامن التاهل؟ السعوديه جايين للقب؟ اكيد جايين. يا حلو. عندك شك؟ لا سلامات وش في ذا؟ ورا مو شايفنا شيء. يا رب نضحك عليه بالاخير. يا عيال المباراة الجاية نبيها، قسم بالله لو اللعيبة ما جابوها يرجعون كعاب من الكويت. لا استقعد لهم بتويتر بكل مكان. اللعيبة لازم يكون عندهم كلمة، ما نبي أعذار وتصاريح، نبغى الرد في الملعب. يا ابوي مباراتك مع اليمن بالقوة وفي آخر الدقائق قلبتها 3-2. تبغانا نفوز على العراق؟ قوم يا واد.
يا جماعة ما عاد فهمت حاجة. كويت، العراق، اليمن، الحين لازم نفوز على مين؟ ها؟ احنا نبغى نفوز بسكوتك. والله يا عيال اني مالي بالكوره وتنرفزت. الفوز ذا لازم يجي باي طريقه. تدرون وش ودي الحين انقز الكويت واخذ معي كراتين تمر سكري. المنتخبنا تسود ينفع بهم يتنشطون شوي. لا يا عيال، ورا ما نصمل ونروح الكويت خط ونحضر المباراة. والله مبشينا، بس اسمعوا بعد مباراة العراق علشان نحضر نصف النهائي والنهائي. اوكي. والكرة للأخضر السعودي من علامة الجزاء. سالم الدوسري، سالم الدوسري، سالم الدوسري، سالم الدوسري، سالم سالم ما يمشي. يا سلام يا عيال، كذا صار وضعنا مريح. حتى لو العراق سجلوا هدف التعادل يكفينا التأهل. انتم تقولون لازم نفوز، طيب كيف تبغون نتعادل؟ انا ماني فاهم حاجة. هو يقول في حالة تعادل بالنقاط يلجأ مين يا ابوي؟ تشرح له انت من نص المباراة، خلنا نتفرج بس. كفتة بالله خليك ساكت، إذا شفتنا نحتفل احتفل معانا. لمصلحة المنتخب العراقي خطيرة هذه الكرة، خطيرة. يا شيخ وش ذا يا بليهي؟ هذا الهلال وهذول لاعبينه. وش دخل الهلال؟ بليهي الان يمثل المنتخب. دخول عبد الله الحمدان الذي سجل في اللقاء الأخير من أمام المنتخب اليمني. يا ابوي ايش الورقة الرابحة دي؟ الحمدان؟ اخرتها نتعشم في الحمدان؟ الآن إلى السلطان جميلة، محاولة خطيرة للحمدان يصد. يا سلام، كفو يا الحمدان، رد عليهم. هذول لعبة الهلال اللي ما تبونهم. قبل شوي كان اسمهم لعيبة المنتخب يوم البليهي ينكبنا، الحين صار اسمهم لعيبة الهلال يوم سجل الحمدان. خلاص يا عيال روقونا، أهم شيء سجلنا الثاني. تكفى يا حكم عند أبوك، صفر، ما نبغى نكمل، خلاص فزنا. يلا يا سالم، يلا يا تورنيدو، الله عليك، الله يا سالم. حاول سالم، عدى من واحد من الثاني، الكرة سعودية. خلص. الله يوسع صدورهم مثل ما وسع صدورنا. اي والله تقوله صادق يا عيال. اخر مباراة فرحنا مع المنتخب يوم فزنا على الارجنتين، واللي جاب الاهداف لعيبة الهلال. يا ريال ذا الارجنتين اللي شغلتونا بالفوز عليهم. يا ابوي هذا الواقع، ما تبي تعترف؟ حتى اليوم اللي جاب الاهداف لعيبة الهلال. خلاص انتويات ابتلون تنعقرون، خلنا نستانس. يا عيال مو كأنه الوضع جول، يبغى لها بيت الشاورما. يجي، واذا ما يجي نروح نجيبه ونيجي. قطتكم يا عيال. كيف؟ تبغى نختلف على مندوبك انت ولا ايش؟ انت بعظمة لسانك قايل انه العشاء على حسابك بمناسبة الفوز. هيا خليك على دعستك. مو هو بقطة العشاء يا درج، قطة سفرتنا للكويت. مو بنت يا عامر قلت إذا فاز المنتخب على العراق نحضر نصف النهائي والنهائي؟ اي صح، خلاص بكره ارد لك. يا ابوي انا ماني معاكم، الوضع طفره. والصدق انا ما اقدر اخاويكم، ابى اروح انا وابوي للقصيم. ياسر حبيبي والله انت يا اخي، طب كمل ده دام عازمنا على عشاء، الحمها كمان بالسفره. ما تبي اسكنك في بيتنا بعد؟ انا خوياك في ليالي المعاسير. والله لو ما بقى الا انت ما امسك مع خط. الطرد التي حدثت للمنذر العلوي ربما يركن اكثر الى الدفاع ويعتمد. يا ابوي طول الهدف ما جاء. المشكله عمان مطرودين من الشوط الاول. يا ابويا ما كان في تبديل الا الحمدان، تنزل الشوط الثاني ويخلص لك الهرجه، تبدا فيه اساسي ليه يا مدرب؟ لا يا شيخ، اول ما تبي الحمدان والان تبي تحافظ عليه وتدخل الشوط الثاني. اهو شوف الى دحين ما سوى شيء لاجل انه نزل اساسي. حبيبي في لعيبه اسمهم ورقه رابحه ما ينفع ينزلوا اساسي. ورقه هذا في اي نادي يلعب؟ اول مره اسمع فيه. اللهم طول لك يا روح. شكوش تصرف. يا عيال شوفوا ياسر ونهوبه.
والله زي الوسامه. خلكم على شاهي صديق انت وياه، انا وصلت الكويت والحين بالملعب. النفسيه مسافر الحاله. خط الوسط لاعب الارتكاز، عمان تسعى للوصول للقطة خطيرة يا شيخ هيا خذ له دي ورا الاعصاب. حبيبي من عندي المنتخب ما له بواكي، لأن لو المنتخب ذا أحد يبكي عليه ما يقعد 5 شهور بدون مدرب. لو المنتخب أحد يبكي عليه ما تجيب أنت مدرب حقق كل شيء في الدنيا بالله يا عيال واحد يشيل الريموت ويصمت الصوت، مو ناقصنا نسمع محاضرات. الشرع مو بعليه، الشرع على لعبتنا اللي خلوا كل يحاضر ويعطينا حلول. فقي يا نقصتك انت كمان، الطريق قدامك روح فوز، ليش ترجع تطيرني؟ سماني صياحك، وعلى قولة عامر دور الآثار. عزة هيلو ياسر للحين تحلطم. ورني. تدرون وش اللي يغبن اكثر شيء في الحياه؟ شوطه سلطان الغنام. يا اخي مصعب الجوير جنبك عطيه، ليش تشوت انت؟ خسران تذكره وفندق وساحب على العيال. شوف العالم محتفلين ومستانسين لنا. اقول وين المطار بس. كم ساعه منزلها؟ له 5 ساعات. دحين النصراويه خلصوا انتقال في لعيبه الاتحاد والهلال، قاموا يجلدوا لعيبتهم. سلام يا عيال. وعليكم السلام. هلا بالنحس، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هذا اللي استفدناه منك، رحت حضرت خسرت ورجعت. نكبة. الحين خلصت كل الأعذار يوم انكم تحطونها فيني. اي خلاص انا السبب، ارتحتوا والمدرب كويس واللاعبين ما يتحملون اي شيء والاتحاد السعودي شغله عالي العال. مو هذا المنتخب اللي انت كنت متفائل فيه؟ يا عيال انا حاس انه حيسووا شيء. اي لاني كنت دلخ. الو هلا يا حب، كيفك؟ طيب لي ساعة في الرياض ادور على محل سوبيا ما لقيت، يا ليتني جبت معايا من مكة. خلاص حصلت في بسطة هنا، اجيب لك معايا ولا انت حق فينتو؟ الحمد لله. بس كم الجركان؟ على 15 يا حبيبي. ايوه خذ. اتفضل الله يستر عليك. ايوه. السلام عليكم. ايوه عليكم السلام، حياك. بكم السوبيا؟ على 15 يا حبيبي. اعطيني 6 جراكل. كابتن محمد نور. انت تاني؟ تكفى يا كابتن، طلبتك طلب. يا ابوي ايش تبغى تاني؟ اجنحه وجبنا لك برقوين وديابي. الموضوع مره مو اتحاد، ابغاك تفطر معانا في الاستراحه. يا ابويا ما اقدر، متواعد مع الكابتن سعيد العويران. بالله عليك يا كابتن لا تردني، ابغى اشخص كده على العيال في الاستراحه، ايش حيضرك؟ قول تم. يعني المنتخب اتغير عن الفتره الاخيره حق كاس العالم اللي كان في قطر، ترى لعيبه كثيره تغيروا، يعني حتى اسالوا الكابتن واكثر مني خبره. صحيح يعني مو نفس اللي في كاس العالم، يعني جابوا لعيبه ثانيين بس في مجاملات يا كابتن. ولا يمين بالله ترى اول المنتخب كان يعني نكون مطمئنين في المباريات. وجانا القطار بدرو. يا عيال مين فاتح باكج؟ ما ارسلنا شكر يجيب سوبيا، جاب محمد نور سعيد العويران. ايش باكج ما باكج يا اخي؟ احترمنا لنا تاريخ. تعال نطق انت وطاقيتك بس انتبر. تعال. هلا والله، هلا بسعيد العويران، اتحداك يا شيخ بلجيكا. تذكر يوم تسحب وتطيح لين جبتها؟ والله انك البطل. محمد نور ايوه. دحين انت من جدك دوبك جايب الفطور؟ ترى صلينا التراويح من زمان الحمد لله. بس طب وش اسوي يا اخي؟ شغلتنا حرقت السمبوسه، قلت لامي تسوي سمبوسه، وبعدين رحت صليت التراويح وجيت. لا يا شيخ تقص قصه حياتك انت وشغال امك. تعال انطق انت وطاقيتك بس. تعال انتبر هنا انتبر. اقعد. ايه ذبحتك الطاقيه في الملعب دايما اصككم. هلا والله بسعيد العويران. اقول هدا بس. كمل. الا صدق ورا ما جبت ماجد عبد الله معكم؟ لا يا شيخ، ما تقول ميسي كمان احسن؟ لا يا اسطوره، لا تجيب طاري ميسي، في ناس تتحسس. ايه وش قصدك؟ لقلب الاستراحه فوق تحت. يا عيال فكونا من الكوره ولا الا وش رايكم بالشاهي ناهي؟ والله صراحه بعد التراويح الفطار والله كايف الشاي، بالله صب لي واحده ثانيه الله يخليك. انت نور تشوف لاعب ولا ايش انت؟ اي ابو مسامي اي انت صايم للحين ولا ايه؟ ايش بك؟ خلينا نشوف تشكيله المنتخب. طيب سوي كذا يا نور امتحنا هذا حقك يا نور. يا اخي ايش تبغى من الرجال انت؟
ابغى يسوي اختباريته في منتخب بلجيكا عشان اتاكد انه هو ولا لا. ارتحت خلاص؟ بس هذاك نحيف، انت منتفخ. انا مبطل كوره لي 23 سنه يا ادمي، اكيد اني بنتبخ. تفهم انت ولا لا؟ تفهم؟ ها يا كابتن، تتوقع نفوز على الصين؟ قسم بالله تعبنا من الخسائر. يا ابويا ان شاء الله باذن الله. انت ليش ما انت متفائل؟ لازم تتفائل، يعني لعيبتنا عودونا دائما التاهل بيكون عن الطريق الصعب. والله ماني متخيل اننا ما راح نتاهل كاس العالم. يا اخي غبنا، مجموعتنا في التصفيات سهله. لا، كلام ابو نوران صحيح صراحه. احنا المنتخب السعودي ما نحب الا الطريق الصعب، ولكن ان شاء الله اليوم بنفوز على الصين باذن الله يا رب. ابوي ايش بك انت؟ مضيع بلنتي في وجهي انت ولا ايش؟ ايش بك؟ ليش انت ما انت لابس نظارة سباحة زي بطاقتك اللي بالفيفا؟ والله بخلي نور يكسر اصابعك انت. خلينا نشوف المباراه يا اخي. وخر. اسف خلاص خلاص كفت اركض، فشلتنا. خلينا نتابع المباراة. يلا يا سعود، جاكم الاعصار. الحمد لله. مبروكين. مبروكين يا جماعة، والله كان معاكم حق يا كفاتي. ما قلت لكم ما تجي الا بالمرجله؟ يعني خلاص ما يحتاج نحط صوركم ابيض واسود ونقول راحت ايامكم. لا تحطون صور، حطوا صورهم صراحه ما قصروا، نبيهم يصنعون مجد لهم للمنتخب. للامانه بيض الوجه اليوم، للامانه لعبوا. دحين من جد جاكم الاعصار. جاكم الاعصار ماشيين يعيده منتخبنا اليوم والنسخ